السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند محترف العصافير. كنتمنى تكونوا مزيان نتوما والطويرات ديالكم وتكونوا في صحة جيدة. بالنسبة للموضوع اللي غنطرقوا ليه اليوم هي ديال بعض المربيين انه كيمشيو كيشريو يعني بعض الطيور اللي هما باغيين يربيوها وما كيعرفوش انه يعزلوا واحد الصنف اللي خصهم يخدموا عليه. دابا كما طحنا في واحد الاغلاط ديال بعض المربيين انهم كثروا من واحد الانتاج من واحد النوع ديال واحد الطيور اللي هو رخيص بزاف وما عرفوش كيفاش يخدموا عليه، قووا الانتاج ديالو ودخلوا الاسواق وطاحت الاثمنه ديالو. يعني الانسان خصو يعرف اش باغي يخدم على الطيور، واش باغي يخدمها كتجاره او يخدمها ك يعني باغي يتولع فيها، او باغي يربي باش يحسن من واحد الطفره او يزيدها جماليه يعني يركبها على تركيبات ولا. يعني بالنسبه للانسان خصو الا بغى يشري مثلا واحد الطائر خصو يدير عليه واحد البحث، انه يدخل اليوتيوب يقلب على داك الطائر الاصناف ديالو شناهي، المتنحي ديالو المرتبط بالجنس السائد، باش يعرف حتى الا خدم على واحد الطير ما يمشيش يشري اي طير، غير يولي يشري الطير اللي خاصو انه باغي يركب به انه باغي يربيه. مثلا دخلنا للمونداران خاصك تعزل واحد الطائر اللي هو باغي تخدم عليه، يعني بحال الاورانج بريست، بحال تاخذ لين الانثى ديالو ومتجوجه مع الايزابيل بحال هكا، يعني تخدم باش تاخذ واحد جوج كوبلات. هذوك جوج كوبلات ولادهم كتجاوجوا مع بعضياتهم وكتدم كيبقى يتزاد عندك. يعني ماشي تكتير يعني من واحد المونداران انك تمشي تجيب كوبلات بالزيد وتربيهم ومجرد الانتاج باش يطيع عندك وتبدا تبيع بواحد الثمن رخيص. يعني خصك تخدم على شي تركيبات والطفره وتعزل الطيار كطول ديالو ووقفه ديالو والرجلين ديالو الاظافر ديالو يكونوا ما فيهم تنقص، يعني الريش ديالو يكون مكمول، يعني تاخديه بالمواصفات حيت هذاك باغي تخدم عليه. يعني خصك تاخديه. دخلتي للبادجي كذلك ومثال، ناس باعت البادجي ديالها في باقي فيه تركيبات، يعني خاص اللي يعون هذوك التركيبات باش يتركبوا باش يكملوا. يعني كتلقى طافت في تكساس، طافت يعني هذيك طافت هي ديك العلامه ديال الراس. كتلقى كريست في تكساس، كتلقى كور، كتلقى ثلاثه العلامات كور كريست طافت. كتلقى ثاني دخل في الانواع ديال البادجي، كتلقى يعني واحد الانواع اللي هي مقبوله بحال لاسوينغ، بحال بلاك وينج كتلقى طافت كورك، بحال بلاك فيس. يعني تاخد اللي غتخدم باش تحسنتي واحد المستوى، تا انا بغى يقوى عندك واحد الانتاج منه مطلوب في الاسواق، ماشي تكسب شي حاجه اللي هي في الاسواق دابا حاليا ما مطلوباش. في الكناري تاني بحال هكاك، تمشي للكروستر، تمشي للكريس، تمشي للانواع اللي هي تاني مطلوبه باش تعرف. وضروري من البحث، كنزيد هذه ناكد عليها، بحث على الطير اللي باغي تكسبيه، المناخ اللي خصو يعيش فيه، بروغرام غذائي ديالو، الطير اش كيحتاج، يعني اللون اللي باغي تخدم عليه والطفره اللي هي مطلوبه في السوق هي اللي خصك تخدم عليها. دخلتي للفيشر كذلك ومثال، يعني كاين ماشي على الفيشر العادي تخدم عليه، كاين بعض الطفرات ديال الفيشر اللي فيها تركيبات. مثلا تقدر تاخذ بار بلو، تاخذ انثى بار بلو، تاخذ ذكر بورتور ديال اوبالين ولا اوبالين وتجاوجهم، يعني باش هذاك الانتاج يخرج عندك وتعزل فيه تا هو تا اللون. يعني ماشي على الاخضر العادي حيت تيكون فيه جرين، تيكون الاخضر عادي تنقولوا لي جرين. تمشي للالوان تبحث على الفيشر مزيان، تدخل المواقع اللي فيها البحث، بعد الناس يعني كيكونوا جروبات، بعد الناس اللي كتكون عندهم خبره تسول، يعني باش توصل بالطير بواحد النتيجه اللي هو هذيك هي الحلاوه ديال الولاعه. باش انك تشري تدخل الاسواق وتشري بثمن رخيص وتربي هذاك الثمن رخيص انك تكثر منه، مجرد كتساهم في الطير انه الثمن ديالو ديما كيبقى طايح، حيت راه الاغلاط اللي داروها المواليه. ودابا حاليا هاد الوفيات اللي كنا لحنا ديال الطيور، يعني راه غتنقص الطيور من المغرب عندنا، والثمن غادي يطلع ديال بعض العصافير. وزوان المكركب راه جاي في الثمن بدا كيطيح. دابا حاليا راه الخنشه ديالو دايره ديال 25 كيلو دايره 4200، يعني غيتم جاي محذور. يعني الانسان خصو يعزل وتعزل حتى المكان اللي باغي تربي فيه، الغرفه ديال الانتاج خاصها تكون فيها واحد الشروط اللي كتخلي يعني الطيور تكون عندك يعني سالمه.
وان شاء الله هاد الشيء هو اللي خصو انه الاخوان الجدد اللي باغا تدخل واحد التربيه ديال واحد النوع ديال الطيور اللي هي كتحبها، خاصها ضروري دير عليها بحث. يعني ما يمكنش انه يربي عشوائي ويتم غادي في التربيه ديالو، مجرد غادي يوصل لواحد يعني تحبس، اي يوصل لواحد الحد ديالو غادي تحبس. ولكن الا كان كياخذ عليها معلومات وعارف هذاك الطير اللي هو كاسبه واش متناحي والاسم ديالو، يعني غادي يوصل بهذاك الطير. باش غادي دابا انا ملي بديت يعني في البدايه ما كنتش عارف الطيور، ولكن ملي دخلت ودرت عليها ابحاث ما بقيتش كنشري من السوق اي طائر، وليت كنشري الطائر اللي خصني نركب به شي تركيبه، يعني كيتقام عليا رخيص وتنخدم به. وفي الاخر الانتاج اللي تيتعطى هذاك هو الانتاج اللي كنكون انا ضامنه في الطير، وكنزيد نطور من هذيك الصفه اللي خدمت عليها انا. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساوش تابوناو عند خوكم، فيما كان شي جديد ان شاء الله نتشاركوا.